وبعدها بيرجعوا المقاتلين بالمعلم شيفو بالناس دي كلها، وبيبداوا يدوروا على اي حاجه تعرفهم مين كاي ده. وبعد مده من البحث بين المخاطيط دي كلها بيلاقوا مخطوطه للمعلم اوجواي بيعرفهم فيها انه لما كان قائد في جيش محاربين الصين، كاي ده كان زميله ودراعه اليمين، ومفيش معركه بتتم الا لما يساعدوا فيها. وفي يوم من الايام، شوف بقى انا لما احكي قصص استنى اعدل نفسي، المعلم اوجواي بيتصاب اصابه خطيره، فبياخدوا كاي وبيفضل ماشي بيه لحد قريه الدببه اللي فوق الجبل، وهناك بيعالجوه باستخدام طاقه الليتشي، وبعد ما بيخف بيعلموه ازاي يستخدمها كمان. ولكن كاي بيطلع عيل مش سالك وبيستخسر الطاقه دي في صاحبه، حاجه يعني استخسر في صاحبك شويه طاقه يا معفن، وبيطمع فيها لوحده. بيقول لهم مبدئيا كده انا عايز الطاقه دي لي انا لوحدي، وبيبدا يهجم على الدببه واحد واحد وياخد طاقتهم، وده اللي بيخلي المعلم اوجواي يدخل معاه في معركه وبيكسبه في الاخر وبينفيه، والخير بينتصر على الشر، والكلام كلام الحلو ابو سمسم. وبيبقى المعلم اوجواي يعني كتر خيره كاتب لهم في جنب المخطوطه كده ان كاي لو رجع لهم تاني محدش هيقدر يقف في وشه الا معلم كونج فو يكون